سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من معاوية ابن أبي سفيان. وطبعا هو استثنى فترة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان فيها من الفتن والصراعات التي حدثت في داخل الأمة الإسلامية. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، أي أكثر أسود من السيادة، يعني أكثر سيادة للناس وقدرة فائقة على إدارتهم. وقبيسة ابن جابر وهو من كبار التابعين كان يقول: صاحبت معاوية رضي الله عنه فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناة منه رضي الله عنه وأرضاه. بل إن سيدنا علي بن أبي طالب نفسه كان يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها. يعني لو راح سيدنا معاوية بن أبي سفيان وفقدتموه وتولى غيره لعلكم ترون سفك الدماء يكون بصورة كبيرة جدا في المسلمين، لأن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان حليما جدا، وكان يحاول قدر المستطاع أن ألا يدخل في صراع أو يدخل في قتال، وكان يتجنب دائما أن يبدأ هذا القتال وهذا الصراع. طبعا مش معنى كده ان بنتكلم على تاريخ ملائكه يا اخواني واخواتي، يعني مش معنى كده ان ممكن ما يكونش عند سيدنا معاويه خطأ، بالعكس احنا بنقول ان سيدنا معاويه اجتهد في قضيه الفتنه وفي قضيه قتل سيدنا عثمان واخطأ في هذا الاجتهاد، ولا يضره ذلك الامر. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ذكر ان الحاكم الذي يجتهد ويصيب له اجران، والذي يجتهد ويخطئ له اجر، ليس فقط يغفر له رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن اعطى له اجرا على الاجتهاد، وأعطى أعطى أجرين لمن اجتهد وأصاب، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فسيدنا معاوية بن أبي سفيان كان مجتهدا في هذه القضية، وكان معه عدد كبير من الصحابة والتابعين على نفس المبدأ وعلى نفس الرأي، ولا يضير هذا الرجل وهؤلاء الذين كانوا معه أن يخطئوا في قضية من القضايا، ولا يضيره أيضا أن يكون هناك خطأ آخر في حياته في أولها أو في آخرها. كل هذا من الأخطاء التي تذوب في بحار الحسنات الكبيرة التي كان عليها. ويكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل رجلا معينا في هذا الجيل، بل عدل الجيل بكامله، وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهو من خير الناس كما وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم. القرار الجريء اللي هنوصفه لسيدنا معاوية بن أبي سفيان وهنتكلم عليه النهاردة هو قرار غزو البحر. وطبعا القضية دي كانت قضية خطيرة جدا، وأول مرة يفكر المسلمون في غزو البحر، وليس فقط في غزو البحر ولكن في حرب دولة هي من أكبر الدول البحرية التي لها تاريخ طويل جدا جدا في صناعة الأساطيل البحرية وفي قيادة السفن الحربية، وهي الدولة الرومانية. فسيدنا معاوية بن أبي سفيان كان أول واحد فكر في هذه القضية أن يكون للمسلمين أسطول، وأن هذا الأسطول يغزو البحر ويحارب. فطبعا ده قرار في منتهى الجرأة، ونخلي بالنا أن المسلمين ما لهمش أي خبرة بحرية قبل ذلك. العرب جميعا كانوا من أهل الصحراء، عمرهم ما راحوا ناحية البحر، اللهم قليل القليل من العرب، وكانوا يذهبون في سفن بسيطة جدا يعبرون بها البحر، مرة إلى الحبشة أو مرة إلى مصر أو غير ذلك من الأمور، لكن لم يكن لهم أي تاريخ عسكري بأي صورة من الصور في البحر. هيحاربوا مين؟ هيحاربوا جيش الدولة البيزنطية اللي بقى لها عدة قرون تسيطر على البحر الأبيض المتوسط، لدرجة أن البحر الأبيض المتوسط كان اسمه بحر الروم، يعني يسمى على اسم هذه الدولة الكبيرة. ولا ننسى أن كل الشواطئ التي كانت حول بحر الروم كانت مملوكة للدولة الرومانية، يعني شواطئ شمال البحر الأبيض المتوسط اللي هي تمثل جنوب أوروبا، سواء كانت فرنسا، إيطاليا، شواطئ بلغاريا، شواطئ اليونان، كل هذه المناطق كانت تابعة للدولة الرومانية. الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط اللي هي الشام وفلسطين كانت تابعة للدولة الرومانية. الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط اللي هي مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر، كل ده كان تابع للدولة الرومانية. يعني البحر الأبيض المتوسط كان عبارة عن جزيرة أو عن بحيرة من كل مكان تحيطه الشواطئ الرومانية. كان عندهم عدة مدن تبني السفن، عدة أساطيل بحرية، عندهم ناس متمرسين في حرب البحار، فطبعا هيقاتل هذه الدولة العملاقة. طبعا قرار في منتهى الجرأة. برضو يضيف إلى جرأة هذا القرار أن هذا القرار كان مرفوض من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب كان يخاف خوفا شديدا على الجيش الإسلامي،
وكان يخاف على أن تضيع حياة أحد المسلمين ويكون هو سببا في ضياعها. ومنذ زمن من أيام ما كان سيدنا معاوية بن أبي سفيان والي الشام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يحاول أن يشجع سيدنا عمر بن الخطاب على غزو هذا البحر، وكان يرسل له الرسالة ويقول إن أهل القرية من حمص، يعني المسلمين الذين يعيشون في حمص، يسمعون أصوات نباح الكلاب عندهم وصياح الديكة، ويقصد جزيرة أرواد. جزيرة أرواد هذه مقابلة لسوريا، وكانت تحت سيطرة الدولة البيزنطية، وبيقول إن الجزيرة قريبة جدا، يعني إحنا هنعمل أسطول بسيط ونستطيع أن نصل إلى الجزيرة ونحارب الدولة البيزنطية. لكن سيدنا عمر بن الخطاب كان متردد شديد التردد في قضية غزو البحر، ولما بدأ يجد إن سيدنا معاوية بن أبي سفيان عنده حمية كبيرة لغزو البحر، بدأ يفكر يا ترى هو إيه البحر ده، وإزاي طريقة التعامل مع هذا الكائن الهائل اللي عمره سيدنا عمر بن الخطاب ما خاضه قبل كده أو ركبه. فأرسل رسالة إلى أحد الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم اللي هو عمرو بن العاص، وكان يثق فيه ثقة كبيرة سيدنا عمر بن الخطاب، وقال له يا عمرو صف لي البحر. فأنا عايز أعرف هو إيه طبيعة البحر، ويا ترى ممكن لما سيدنا معاوية بن أبي سفيان ياخد جيش في داخل البحر هل في أمل إننا نحقق نصر كبير على الدولة البيزنطية؟ تعالوا كده نشوف توصيف سيدنا عمرو بن العاص للبحر ورد فعل سيدنا عمر بن الخطاب.